تعالوا مع بعض نشوف تهاني الشعب الفلسطيني. يلا. وكل عام شعب الجزائر بألف خير وصحة. بقول لهم كل عام وأهل الجزائر كلهم بألف خير. والله بنقول لهم كل عام وانتم بخير، واهل الجزائر اهلنا. يا سيدي كل عام وانتم الف خير، واهل الجزائر اهلنا وحبايبنا وتاج راسنا، وان شاء الله السنه هذه بنعيد عليهم في قلب رحمه وصدور خير ورحمه، وكل عام هم بالف خير. الحمد لله تمام. تعرفي محمد الحوم. على راس. طبعا بمناسبة قرب شهر رمضان استاذ محمد بنقول لك كل عام وانت بالف خير. وانت بخير بالصحة. شو رمضان؟ والله الحمد لله حلو، يعني كل ما رمضان اجى برضه حلو، يعني الواحد يستقبل رمضان واجواءه حلوه لحالها. الله يوفقك ويسعدك يا رب. طيب بمناسبة شهر رمضان المبارك في عنا دائما اهلنا واشقائنا في دولة الجزائر وجب علينا ان نقدم لهم تهنئة بمناسبة هذا الشهر العظيم، شو راح تقول لاهلنا وشعبنا في الجزائر؟ يعني احنا بنهنئ الجزائر ونقول لهم كل عام وانتم بخير، ويعني واحنا وياهم دولة واحدة بكفي، يعني انهم قالوا احنا مع اخواتنا الفلسطينيين كانوا مظلومين او ظالمين. في كلمتهم هذه يعني، واحنا يعني احنا وياهم يعتبر دم واحد، هم بلد المليون شهيد يعني. ربنا يحفظ اهلنا وشعبنا في الجزائر، ونسال الله ان ياتي العام القادم ونتقابل بهم في القدس الشريف. ان شاء الله ان شاء الله. هي هديه مقدمه برعايه المبادره الجزائريه دستور القران وشقائنا. مشكورين. الله يبارك في عمرك. يعطيك العافيه. الله يعافي قلبك يا رب. ما شاء الله هي قاعد متستعد لوجه رمضان. الحمد لله رب العالمين. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير يا رب. الله يسعدك. بمناسبه شهر رمضان المبارك اول شيء نتعرف فيك اول. عطية النجار. عطية النجار يعطيك الف عافيه. بنشوفك ما شاء الله هيك تعبان وبتجتهد. طب الحمد لله رب العالمين، هذا اجتهاد الحمد لله من عند ربنا، يعني الحمد لله رب العالمين. طيب بمناسبه شهر رمضان المبارك بنقول كل عام وفلسطين بالف خير، وحق علينا كمان نقول لشعب شقيق لفلسطين وهو الجزائر كلمه بمناسبه هذا الشهر، شو راح تقول؟ يا سيدي كل عام وانتم الف خير، واهل الجزائر اهلنا وحبايبنا وتاج راسنا، وان شاء الله السنه هذه بنعيد عليهم في قلب رحمه وصدور خير ورحمه، وكل عام هم بالف خير. صح لك تسافر على الجزائر وتقضي معهم شهر رمضان بتروحوا؟ والله من دون ما تحكي لي ولا من دون ما اي حد يساور. طب ليش؟ يعني اهلنا وحبايبنا وقرايبنا غادت وكن حيستقبلوا الفلسطينيين؟ طبعا، ولا احنا بنستقبلهم وبنحطهم تاج على راسنا كمان بنفس على راسك. طبعا اهلنا في الجزائر هم اصحاب مقوله نحن مع فلسطين ظالمه او مظلومه بكل تاكيد، فهم بحبوا كل الفلسطينيين. والله واحنا بنحبهم على راسنا من فوق. برعايه المبادره الجزائريه بنقدم لك هديه الدستور الاسلام وهو القران الكريم، وكل عام وانت بخير. هذا احلى هديه والله، واحنا ما بدنا شيء منهم، ما بدنا الا سلامتهم ونحطهم تاج على الراس. مرحبا يا استاذ. مرحبا يا استاذ. كل المراحل. كيف امورك؟ لله الحمد لله. الله يسعدك ويوفقك. كيف اجواء رمضان معك؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله يا رب. طيب بمناسبه شهر رمضان بنحب نقول لك كل عام وانت بالف خير ان شاء الله. وانت بخير بالصحه والسلامه. طبعا في هذه المناسبه بالتحديد في عندنا اشقاء واحباب في دوله الجزائر لابد ان نحكي لهم كلمه حلوه بمناسبه الشهر، شو راح تقول؟ احنا بنشكر الشعب الجزائري والحكومه الجزائريه على الوقفات الجاده بالنسبه للشعب الفلسطيني ولاهل قطاع غزه بالذات. بتحب اهلنا في الجزائر؟ بتحب اهلنا في الجزائر؟ والله احنا كلنا اخوان مسلمين، وما فيش اي تفرق بين فلسطيني وبين جزائري ولا لبناني ولا سوري. الله يسعدك. طبعا برعايه المبادره الجزائريه بنقدم لك هديه وهي دستور الاسلام القران الكريم. الف شكر للجزائر والحكومه الجزائريه عامه. شكرا لك. كل عام وانت مرحبا يا استاذ. الحمد لله رب العالمين. كيف امورك؟ الحمد لله. الله يسعدك يا رب. طبعا نحن على ابواب شهر رمضان، كل عام وانت بالف خير. وانت بالصحة والسلامة. الله يسعدك. طبعا بمناسبة هاي الشهر وهذا الشهر الفضيل في عندنا احباب واشقاء في الدول العربية وهم اهلنا وشعبنا في دولة الجزائر، بمناسبة شهر رمضان شو حاب تقول لهم؟ بقول لهم كل عام واهل الجزائر كلهم بألف خير، رمضان كريم. بتحب الجزائريين انت؟ بحبهم يا عم. على راس الله يسعدك. طبعا برعاية المبادرة الجزائرية الفلسطينية بنقدم لك هدية دستور القرآن الكريم دستور الإسلام، كل عام وانت بخير. وانت بالصحة والسلامة. كلمتك لهنا في الجزائر. الله يا رب كل عام هم بخير، والله يسعدهم يا رب. مرحبا يا استاذ. اهلين فيك. كيف حالك؟ يسعدك. تعرف فيك؟ المهندس محمود مقداد، مهندس ديكور. على راسي يا استاذنا، الله يسعدك يا رب. طبعا نحن اصبحنا على شهر رمضان المبارك، كل عام وفلسطين وانت بالف خير. كل عام وانتم بالف خير، والشعب الفلسطيني كله بالف خير. الله يسعدك يا رب. طبعا لابد في هذا المطاف انه نستذكر ان احباب واشقاء في الدول العربيه وهم اهمهم على الجزائر، لابد انه نقول لهم كلمه حلوه بمناسبه هذا الشهر رمضان المبارك، شو راح تقول؟ انا بقدم تهنئه لاهل الجزائر في قدوم شهر رمضان المبارك في قيادا وشعبا، وبقول لهم كل عام وانتم بالف خير،
بشهر رمضان المبارك، لأنه الجزائر ديمة حياتها واقفة مع فلسطين من أيام عهد الراحل أبو عمار الله يرحمه، وديمة حياتها الجزائر حاضنة لفلسطين، وكل عام وهم بألف خير. يسعدك، وإن شاء الله العام المقبل يأتي وفلسطين محررة ونلتقي بالجزائر إن شاء الله. كل احترام للجزائر. هلك تقضي شهر رمضان عند الجزائريين بتقضيه ولا لا؟ أكيد طبعا. يعني بيستقبلوك هم؟ أكيد أغلبية قرايب إلنا في الجزائر ساكنين من أيام عهد أبو عمار، يعني لأنه الجزائر واقفة معنا قلبا وقالبا. مرحبا يا أستاذ. كل المراحب الله. كيف حالك؟ الحمد لله. تعرف فيه؟ اسمي جهاد حميد. رأس الجهاد، سكان ايش؟ شجاعية. على رأس انت واهل الشجاعية كلهم، الله يسعدك. عفو عمرك يا رب. بمناسبة شهر رمضان المبارك وقربه بنقول لك كل عام وانت بألف خير. هل انت بخير يا رب يا رب. طبعا كل عام وفلسطين والقدس كلها بألف خير، لكن حق علينا في هذا اليوم بالتحديد وهذه الأيام المباركة لنا أشقاء وأحباب في دولة الجزائر، شو راح تقولهم بمناسبة شهر رمضان المبارك؟ احنا بنقول على اخونا الجزائر كله عام وانتم بخير، وان شاء الله صحة والسلامة، ونشكر فيكم وكل الطيبة والشكر فيكم، واحنا مؤيدين بنجرحى بمسات العودة، واحنا قدمنا لكل شعب الفلسطيني الصامدين، وان شاء الله ربنا نمر عليكم على كلكم على الخير يا رب، ووصى عليكم الخير كلكم على كل الخير، دولة فلسطينية ان شاء الله. قلت لي الجزائر بتحفظ لها موقف عظيم بما انك انت مصاب لمسات العودة، شو الموقف اللي عملته الجزائر له؟ والله قد عنا قناة شهيد الله يرحمه روحه، واجول والله اخوان الجزائر قدموا له خمر 4 سنين في الشفاء وكنت في العنايه، واجول اخو الاخوان وقدموا له والله الله يجزاهم عليهم الخير يا رب، وسع قلوبهم يا رب، ويبعد عنهم مشهد الحرام يا رب، ونقدم وزن الخير ودعاء من شهر رمضان الفضيل. الجزائر دوما هم اصحاب الخير، وهم دوما مع فلسطين ظالمه او مظلومه. صحيح اي نعم. بكل تاكيد. برعايه المبادره الجزائريه بنقدم لك هديه وهو دستور الاسلام القران الكريم، ونسال الله التوفيق. كل الاحترام والتقديم اخوان الجزائر، وكل الاحترام الشعب الفلسطيني والصامدين، وكل الاحترام من غزه كمان من عندنا. نقول هناك كل عام والجزائر بألف خير. كل عام وانتم بخير اهل الجزائر، كل الاحترام والتقدير، بس امان عليكم ودوباكم علي باسم جاد حميد. الله راس الله يسلمك. حبيبي يا عم الله يعطيك الصحة يا رب. طبعا في نهاية هذه الحلقة أحبابنا متابعينا الكرام بنحب نقول كل عام والجزائر بألف خير، كل عام والجزائر أعظم بلاد الشام، كل عام والجزائر هم إخواننا، كل عام والجزائر هم أشقائنا، كل عام وفلسطين بإذن الله عما قريب ستحرر من دنس الاحتلال الصهيوني. في هذه الحلقة بنحب نشكر أخونا الشيخ المناضل أبو سامة الجزائري عما يبذله من عطاء كريم من أجل الشعب الفلسطيني، وبنشكر الأستاذ أبو أحمد سعد على ما يبذله من عطاء كريم أيضا للشعب الفلسطيني الصامد المرابط. كل التحية لكم. في نهاية هذه الحلقة بنقول كل عام وفلسطين والجزائر والقدس بألف خير، وفي القدس عما قريب بإذن الله تعالى. وشكرا لكل الشعب الجزائري العظيم المعطاء الكريم. إلى هنا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل جديد. كان معكم الإعلامي الفلسطيني حسام الحاج، بأمان الله، وكل عام وأنتم بألف خير.